الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قيشتنا درسي يازده. درسي يازده أخبار هندك من لباس كرت. قيشت بوينا فعلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. درباري قول أواني بيشوتر زياتر درباري قول باس كرابو يتر فعل. فعلي بيان صلى الله عليه وسلم وكذا فرمي سنزوريكا يكميان ما فعله بمقتضى الجبلة جبلة يعني أويكوا بطبيعة خوي كالأكل والشرب والنوم خواردنو خواردنوي نستني فلا حكم له في ذاته لا خدي خوي أوشتانك بطبيعاتي كرديتي لخودي خوي هيتي لسرني وكو حكمك أما أواني كشرح يعني كمثلا يقلوا أن دل باشتر وبقوتري فمباح في حد ذاته نق يعني لا حكم له بل فمباح في حد ذاته لبروي دل يسفي عليك إلا حكمة شيء للشرع كواتا أولاد ربلين مباح في حد ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فبيشو بين السروي أوي فعل جبلي ذكرت دوباش بشي كم دل فعلك بابني أوي بفعل جبلي ياخذ أمري جبلي أوي بطبيعة إنسان كان عندك شت هي عوام فرمو عندك بعام هم بشرك تدا شريكا وكو أصلي هستانوا أصلي دانشتن أصلي نستن أصلي ناخواردن أصل ناخواردنوا يعني وشتي عاما أو دل لا اقتداء فيه لبروي همو بشركان مشترك له دخون ودنون أو بعام بلا ما يتماز البشر بعضهم عن بعض لو اشتانا هندي شتى يعني فلانكس لفلانكس زيادة كريتو نستني وي نوعك مثلا خواردني وي نوعك أويان لو بابتي دل مثلا درباري پیغمبر صلى الله عليه وسلم حزي لخواردني كودي يقطين لنا أخوة نبزانم أو كودية جورة كان يعني يقطين نك كودية هذه بله إتر بيان صلى الله عليه وسلم كأوهابه مثلا أناس خوالي رازبو كل صحيان هاتي دفر مكبينين بيان صلى الله عليه وسلم بابا أمنيش وكوي حزم ليه كديتم بيان صلى الله عليه وسلم حزي ليه باشا ولو حالتي دلي وبابني وكو نمونيش كش مثلا في أصناف نعم الأدم الخل باشترين بيخور خلا لو أشبه ما شوى عيني هدق لأصحاب خوان لرازيبي بحكمك بيان صلى الله عليه وسلم وايك كدي ياخذ وطبيعتي وابوا فإذا الفعل الجبلي الذي يتمايز فيه البشر بعضهم عن بعض الاقتداء فيه له أجره ويثاب عليه كاتل اشتعى مكان همو كسك دنوي هل دستي أو موضوع شام برام أوي كوا كسك لكسك في زيادة كريتوا أمن حزم لبرتخالة يتكحزي للسيوة أوي كتايبته بيان صاصم لو أمر جبليي بيان صاصم حزي لكديبوا كواتل لو حالتي اقتداء بوي دليتا له فيه له أجر ويثاب عليه ابن عثيمين زيات الروين دكاتو لا شرح بخاري دل لو اشتانا أصل ويعني وشتيشي عامة يعني طبيعة خوي وجبيل لبوا بلام دلي أوهاب لين زوان ترى لمحبته له لبر خوش ويستكيد بو بيان صلى الله عليه وسلم همو أوشتانا شي خوش ديو كبيان صلى الله عليه وسلم بي خوشة أقر تشتشي جبيل ليشا كوادل يثاب على محبته نقلبو اقتداكي بالزاد لكدي خوارنكي واضحة؟ باش بعام فلا حكم له في حد ذلك وثمان أولى تربلين مباحة ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب هنديك لو اشتاني كوا اشتجيب الليشن فرماني في ذكري يعني نهي لذكري لبو السبب وكو الأكل فلا يؤمر به ولا ينهى عنه لا أصلا بلام يؤمر به من اضطر إليه لسبب خارجي وهو الاضطرار كسك ناتسار بخوا أجر نخوا دمري لو حالته يؤمر به فرماي بيذكر نابي خوي بخجي لبرسان وينهى عنه إذا كان فيه مضرة هندي خواردني الشيء نهي لذكره نابي بخوا كالصرب زاني أو جهري تدا أخوارنا نابي بي خوي واضحة
وقد يكون له صفة مطلوبة ولو اشتانش يوايتداش يعني لصفتي مثلا لبوني منا خواردن بدست راست أو أن يبري ورام طبيعة ما بدست سبد خومن بيقوري وأنا حديثي شيء لسره كواتا وكو صفتكي مطلوبة لبون منا خواردن بدست راست ياخذ عكسكي منهي عنه كالأكل بالشمال أو بنسبة فعل جبلي دوميا ما فعله بحسب العادة أو كبير صلى الله عليه وسلم أو كجبلي وطبيعة خويبو أو زارع عادة ما بس تسيا أي عادة القوم عادة قوم كيبو لو حالتش فعلي عادي أو يجدون عدله أن تكون عادتك مخالفة لعادة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه هذا يشتي عادتها ولنا قوم في صلى الله عليه وسلم لنا قوم كيتو مخالفي يعني وكوانية فإذا فعلت وقعت في الشهرة شتيب كوا بينصاص مكو عادت كرديتي لنا قميتوش عادتني أوشتا أجرت بيكي توشي الشهرة دبي يعني اشتشي شاذ دكيوانيا لو حالتي فمثل هذا محرم لا يجوز أو جائزني شمك يقلبر بكي كوان لنا قوميتو مخالفة بيغمبر صلى الله عليه وسلم نقوى كتدين واي كرديا وكو عادتك لبري كرديا لنا قوميتو أوشتا النية كأتو لبري دكي الشاذ دردسي أو ضلي لا يجوز نوعي دوام ضلي عادتي قوميتو موافق بلقال عادتي قوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم ياخذ لنا قومك يتو درباري قضيك تسن عادتك يقلوانا موافقة لقالوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم إيواش تدا مخالفة يعني لنفسي أو هاش بوا أو هاش بوا لنا قومك يتو لو حالتي موافقي سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو اشتا عادتي أيني أزرد ودقريوا لبون منا وزن منا هنا مثلا ضل أوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبستايت وكو عمامة بيغمبر صلى الله عليه وسلم عمامي بستا وانيا أو جاءوا أوي بابرين لو مصدري نموني بالسودان وبالسعودية هنا ده عادة خلشي السعودية عمامين نابستن بالكو زياتر أو كي بس سريان ده شور ده كانوا برام للسودان ده عيني عمامش ده بس هندشيان عيني أوها وكو سعودية بس سريان ده شور ده كانوا لو حالتي كابراي سعودي أقل بريبكا لبوي دبيته الشهرة باوانك برام لبو كابراي السوداني كأوج لزمني عادتي قومك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لو حالتي عيني دلي باداشتي وردقريتوا أجوكو دل من فعل هذا النوع وهو المباح في ذاته بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على نيته يثاب على نيته باداش لسر نيتكي لا على فعله نقدر فعلكي لأن الفعل هنا ليس محلا للتأسي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا وإنما فعله بحسب عادة قومه واضحة؟ بيان صلى الله عليه وسلم حسب عادة قوم عمامي بستا نقوك تعبدا بيش ويبتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم هل عمامي بستا كوات لو حالتي بنيات يعني بنيتكي بعداش وقتو نقل بر أوي كوافع لكي كرديا يتر شيخ الإسلام رحمة خوالي بقصاش زواني هذا السنة في اللباس أن يلبس الرجل لباس قومه أو السنة إنسان لنا قومك يتسل بشرتك طبعا مواصفات الشرع لبيت الزي ونيا لبريو بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي خرج في قوم يلبسون الإزار والرداء والعمائم ويلبسون القمص أويش أو هاي لبرك بيان صلى الله عليه وسلم بيغمبراتي لدواء بيغمبراتي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن السنة في اللباس أن تلبس لباس قومك لويا حتى دلي لجيجاش كدلي أقربيتو أو زلكي لبركي كوازيات قومك يخذ لبردك أو لبو التأليف دلكانيش باشترا كوش براسي مقصودة لإسلام ده تبهر شيء وابكي لقل أو خلقي كلنا عند الجيل لقل يوم بقون زي ما قرشتك كوا مخالف الشرع بي لويا أصل وايا لو اشتانا زياتر بعادة قومك بكي ما قر اعتيادي بيتن أو موضوعش كي وكباس معك باش أوجوكو دليك صفة اللباس فمباح في حد ذاته زلكو برك مباح له خدي خوي وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب بلام أين زلتشيش كلا أصله مباح في حد ذاته بلام لهندك الشد أمري بيكرا لهندك الشد نهي ليكرا وكو يؤمر به لسبب خارجي كستر العورة طبعا أو لو حالتين مأمورة يعني أمري بيكراته بيستا
عورت خدا بوش. وينهى عنه لسبب كلبس العمامة والثوب للمحرم أو كسل إحرام دا نابي عمامي للسري بكا ياخذ هرشتك بالسري بيدا بوشيان زل كيشي كدوراية لبري بكاتن زل كيك كدوراية نابي لبري بكاتن ولو حالتي بسبب أويك على جير إحرام دايا أجنا لأصله قاضيك مباح. وقد يكون له صفة مطلوبة الفعل هنديك بابن لرويك مطلوبة بيوست بك وكو كرفع الإزار عن الكعبين نابي دريج بيتن لا كعبين زي كده بيت خوالي وزي الشروالة بانتورة ديجداشية هرتسي لبريدكي وانيا هو وقد يكون له صفة مطلوبة الترك هنديك زار مطلوبة الترك يعني بيوستا ترتشي بكي فلان شد وكو لبركردين زلشي حرير أو ريشم لبو بياوان طبعا بيوستا لبرينكي أو بشي دوام بشي سي ما فعله على وجه الخصوصية هندي الشتهبو بيان صلى الله عليه وسلم وكو خصوصية تايبت من دي خوي فيكون مختصا به تايبت بوي وكو كالوصال في الصوم وصال سيا وكو لو حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي لا تواصلوا في الصوم وصال أو يكوا دوروج لسر يكتري يان زياتر فتاري نكيوه دوروج لسر يكتري يان زياتر فتاري نكيوه مواصلة بكي بيان صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا في الصوم فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر آخر شل أبو مري بيدرابي أجر ويستد هالوصال بكي لمغرب يفتار مكو حتى دقي باشيوه كي هذا بيبخوي واضحة بلى أو وهذا فرمي فليواصل حتى السحر فقالوا إنك تواصل يا رسول الله هذه له بريزة مواصلة ذكي قال وأيكم مثلي خصوصية خويتي إني لست كأحد منكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني يا شود كما أمن أبيت معنى الشوان ونيا شود كما خواي جورا نانو آوم ددا بس الشيويك أو خصوصية خويتي هر أو هندي بيان صلى الله عليه وسلم فرمو وأو يقلا تايبة من ديكا والنكاح بالهبة نكاح بالهبة سيا أوش لآتكي صورتي الأحزاب هاتي ونيا وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك أو تايبة عافلتك بخوي خوي بيشكش بيغمبر بك صلى الله عليه وسلم لو حالتي جائزة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيخوازي ببي مهر نك ببي مهر يعني هيك بيشكش نبر خوي بيشكش كردي وافته خوي بيشكش كردي برام لبو غيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم أوش تدبي نابي دبي هر ماريتشي بدي ولو خاتما من حديد دبي ماريتشي هر بدي برام لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين هر بابرين تعقيبا لسر أو خالي ابن أبي شامة تفصيل شجوين ده في المحقق طبعا عنوانه كيوه المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختص به من المباحات في صلى الله عليه وسلم أويكوا تايبد بوبوي لمباحات ليس لأحد اتباعه فيها حتى لا تزول خصوصيته بها لو مباحاتان كلبوي بابلين تايبت كراية عندك لمباحات لبوي تايبت كراية الكز لبوين يبري اتباع بيغمبر صلى الله عليه وسلم لخصوصيات كاني وما اختص به من الواجبات بلام اوي تايبت كراية بوي بيان صلى الله عليه وسلم بلام وكو واجبات لبون مونا كقيام الليل لحق بيغمبر صلى الله عليه وسلم واجب بوا فمستحب في حق غيره لو حالتي قيام الليل لبو غير بيغمبر صلى الله عليه وسلم واجبة نخير مستحبة والمكروهات يستحب لغيره التنزه عنها أويكا لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بخاص لاوي مكروه بوا لبو غيره مستحبة كواويش التنزه عنها خوي لباريزي دعاء لخالة كانت كذا تدي تفصيل بيدين ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به كواتب مسألة أو كوادلين فلان الشط تايبة بيغمبر صلى الله عليه وسلم محدودة اشتكان ببلغة دبلين أو تايبة أجنا أصل واقتداء همو أفعال بيغمبر بكري صلى الله عليه وسلم أواني كوكو تعبد
پیان صلی الله علیه و سلم کردیتی بەڵام ئەوەی کە وەکو خصوصیەتە وەکو مەسەلەی ویصال وەکو باسی کرد ئەوە بە بەڵگەوە ئەو شتانی کەوا تایبەتە بەوی بە بەڵگەوە جیا دەکرێتەوە ئەگەر نا ئەسڵ وایە ئێمە اقتدای پێ بکەین لە هەموو شتەکانی. چارەم ما فعله تعبدا ئەوە بەشی چارەمە ما فعله تعبدا أو في أساس المكو عبادة كريت فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه أو كبي أساس المكو عبادة كريتي وكو فعل وكو عبادة كريتي واجب وبيكا شنك لحقوي تبليغ واجبة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لحقوي تبليغ واجب بەڵام هەموو ئەو شتانی کە کردیتی تەبلیغەکە واجبە وانە بەڵام لە نەتیجەدا چی لێ دێ ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأحوال لەبۆ ئەوەی کەوا ڕای بگەینی تەبلیغی بکە خودی تەبلیغەکەی واجبە بەڵام دواترێ بەردەوامبوون لەسەری ئایا واجبە ئەسڵ وایە مندوبە لە حەقی ویش و لە حەقی غەیری ویش لە حەقی خۆمان على أصح الأقوال طبعا هو خلاف تدالو على أصح الأقوال أويا باش أوي تبليغ كيكر أصل وايك مندوبة لحق خوي لحق إما وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته كواتك كرديتي لو حالتي بلقي لسروي كوا مشروعة أو شتا مشروعة نكزياتر والأصل عدم العقاب على الترك أصل وايا أصل وأجر شتيك خواي جور سبحانه وتعالى عقابي باس نكد بلا سرتشي فلانة عبادة أصل وهي مندوبة أصل وهي مندوبة فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقة المندوب واضح بريان كوات التبليغ كي واجب وهتا تبليغي كرديا بلام دواتري أصل وهي ما دام عقاب لسر نكردنا كي باز نكرايا أصل وهي مندوبة هم لحقي وي هم لحقي إيمش لبون مونش حديث عائشة خوالي رازيبي برسياري لكرا بيان صلى الله عليه وسلم كدهات ومالي بتشتيك دستي بيدكر قالت بالسواك يا كم شت سكاري شي أنزام دا بيان صلى الله عليه وسلم كدهات ومالي سواك ذكر فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا واجب نية مندوبة نمونية شديكا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء تخليل اللحية وانه كواتا بنزي بطري بنيو ريش داده هنا فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه تخليل اللحية لزمني ششتني وجهها نخير كواتا حتى يكون بيانا لمجمل أو نايقريت ولا بريو لزمني وجهنية بلين لبريو بيانا لبو مجمليك ولا قرآن بيروس فرموتي فاغسلوا وجوهكم أو النية وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا مجرد فعلك مشروعة كواتا مندوبة أصل والي بروي هيز عقابك باس نكرة لبوكسك كنيكا. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة أويك أنزامي دا لو فعلانك لكتاب ولا سنة مجمل هيا أو بياني كذا بفعل فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ديسان بهماشيو أصل تبليغك واجبة لسروي أصل تبليغك واجبة بيان بكاتن أو كوا مجمل للقرآن ولا السنة ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا باشان ده حكمي أو نصي ورد كوا بيان كرا واجبة كواتا واجبة كبيان صوت بياني كر مندوبة واضحة بنمونا كان ذات الروان دبيتوا مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وكو خيند مانوانيا مجملة كو بيكين بيان صلى الله عليه وسلم بياني كر بفعل خوي بياني كر وبقولش بياني كر دي وكو باس ما كر لو حالتي أو تفاصيلي كبياني كر هم بيان كرنكي واجب ولا سري هم دواتريش لحقي ولحقي إيمش واجب ولا سري بروين نموني مندوبيش صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف طبعا معلومة
حفت شەوت تەواف دەکەی لە دوایوی دوو ڕکعات نوێژ دەکرێ لای مەقامی ئیبراهیم و باسەکەش کرایە ینی با بڵین تەفسیلەکەشی باس کرایە کە لە ڕکعاتی یەکەم سوورەتی الکافرون لە ڕکعاتی دووەم سوورەتی ئیخلاص دەخوێنی کاتێک وای کردیە عینی بەیانە لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بياني أو آتي دكا بيان صلى الله عليه وسلم كوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دورك عن وجه كده لدواي طواف حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتين خلف المقام سنة كواتأ ركعتك كس هيك يقلع علماء نار واجبة سنة هيك يقلع علماء نار كواتأ بياني مجمل إشكالية حكم كشيتيا سنة مندوبة باشا استاو أفعالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پێنج بەشی باس کرد بەڵام زانان دوو نەوعی دیکەش باز دەکەن هەلە بۆ معلومات بیزانین باشە شەشەمیان ما فعله اتفاقا من غير قصد ما فعله اتفاقا من غير قصد يعني هەندێک کردەوە پێغمبەر صلى الله عليه وسلم ئەنجامی دا اتفاقا يعني وا ڕێک کەتیە بە کوردی خۆمان دەڵێ وا ڕێک کاتیە نەک بە قەزدەن وای کردوی وەکو نزوله بالأبطح بمكة كسويت مكي لمنطقة أبطح دابزية وبالبطحاء بذي الحليفة لذي الحليفة لمنطقة بطحاء دابزية لو حالتي ما فعله اتفاقا من غير قصد دل حكمه أنه لا يشرع متابعته فيه لا يشرع متابعته فيه لأنه لم يقصد به التعبد لم يقصد به التعبد هرسند يعني لو اشتاناش يواهب وكو ابن عمر خوي قوري خوي باب الرازبي واي كرديا لفلانه زي كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدا يعني اتفاقا بو او هابو يعني واركت له لا يدا دسنوج شنو كرتو ابن عمر لدوابي هر زاري بيو دارويش بلا يدا دسنوج شنو كرتو عين ابن عثيمين اللي درج دله رحمه الله عليه دله لخدي خوي او براستي اتباع سنة اتباعي بكره لو حالتي او فعله موافقة من غير قصد برامدي سانج دله يثاب على محبتي وبلغير سر محبتك إلويا حريص بها مشتكاين زي بزيبك باش جوري حفتم ما تركه صلى الله عليه وسلم أوي كني كرديا لأفعال بيغمبر صلى الله عليه وسلم أوي كني كرديا والترك فعل وازهنان نكردنيش فعل بخوي ويسمى السنة العدمية السنة العدمية أو سنتي كوا مع بابلين نيكرديا يعني فلانة شد سنتك نيكرديا وهو قد يدل على التحريم أو شتيك نيكرديا هندي شتيك نيكرديا بلغير سربكوا حرامة وكو كترك مصافحة النساء كترك مصافحة النساء إني لا أصافح النساء أو كنيكرديا كوا تحكم كيسي حرامة وقد يدل على الكراهة يواشا وكا بلغير سر كراهة كنيكرديا كترك أكل الثوم والبصل هذا دو نقطة يبرك ملاحظة إلى سنة كبيان صلى الله عليه وسلم سيرو بيازي نخوار بها لبرو يفرميتم وكو غونيمة منازات من لقل باب الملائكة اللي ينزيق دبنو يتلوى الليلة دلتن يعني مكروهة بهر حال يعني بس أويدك هو هيك ششتداني مثلا أويك قد يدل على التحريم وقد يدل على الاستحباب هندك فعل كني كرديا نكردني مستحبة وكو كترك السنة الراتبة في السفر نكردني رواتب كاني نويج لسفر دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا سفر دابوه دور كعد نويجي سنتي بيشي نويجي سبيني كرديا لسفر ولحضر ويتري هر كرديا قيام الليل هر كرديا لسفر بلام سنة رواتب كان ديكي اي مغرب وعشاء ونوراني نكرديا سنة نيكيتو واضحة لسفر دا كابيان صلى الله عليه وسلم او سنة رواتباني نوران ومغرب وعشاء نكرديا سنة نيكي اوش حالة اشكا وقد يدل على عدم الوجوب هندك اشتشكا نكرديا بلقية لسالك واجبني وكو كترك اخذ الزكاة من الخضروات واش موضوعك طبعا في صلى الله عليه وسلم زكاتي ورنقرت له ميوه وما تركه صلى الله عليه وسلم ما أفقر يجمهما وما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب الداعي إلى فعله
أو شتي كبير صلى الله عليه وسلم نيكردية مع العلم سببش هبوك وبيكا سبب هبوك بيكا وعدم المانع منه أو شتي كنيكردية سببش هبوك بيكا مانعش نبوة أدلو نيكردية لو حالتي يكون فعله بدعة يكون فعله بدعة أنزام داني بدعة شتيك هبوة داعي هبوة بيكا مانعش نبوك ريقر بي نشي كردية كان كردية لو حالتا كردني أو شتي بدعية وكو كترك الأذان والإقامة لصلاة العيد لابون يجي ججن بيان صلى الله عليه وسلم نبانك نقامة نكردية وتركه الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لو نيكردية بيان صلى الله عليه وسلم وانيا مبرر هبوة كوا أو مولديتي هز ما نأتش نبوة كنيكا كني كرديا كردنكي بدعية والتلفظ بالنية عند دخول الصلاة أواني كدرن نيت بيني وكو سبحان الله يعني ابن تيمية رحمة الله وزور زوان باسكري بهالحال تحداد كين أواني كدرن بيوستا نيت بيني كاكوار نيت بيغمر مالو بين صراصون ببيا مش اقتداء بيبكين هيا نية بل نويت أن أصلي نية اشتوى بهالحال أوش لبو زيادة معلومات باش وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء تقريري بيغمبر صلى الله عليه وسلم واتا كشتشي إقرار بيكردية يعني لبيش تساوي رويدا بيان صلى الله عليه وسلم هي سينا كذلك واتا بيرازيبوه فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا ما دام تقريري كردية لي بيدنق بوا أو قول بفعل بوا أو بلقي لسروي كوا جائزة أو اشتاقنا بيان صلى الله عليه وسلم بياني ذكر كوا جائز نبي وكو مثال إقرار على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء طواه نكهر بيدنق بيان صلى الله عليه وسلم وانيا تعقيبا لسر أو قسيه سنفر بلام نتيجة كيف اعتقها فإنها مؤمنة وانيا إقرار لسر فعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد الإخلاص سرية قدر سوبون بابرين أويك و برا قوري السرية كيبو هر كاتك بيش نوجلو ذكردن لهم ركعاتشي هر تسي بخين دبا لدواي فاتحة وشتش كشي دخين إنزا قل والله شهر دخين قل والله شهر دخين بيان صلى الله عليه وسلم فرموي كلبويان جيرا واللي برسن لبرسي وادكا فرموي لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها صفة الرحمن قل والله أحد بيان خوش بيخين موا بيان صلى الله عليه وسلم فرم أخبروه أن الله يحبه هوالي بيبنك الله تعالى خوش دوي طبعا هو إقرار على الجواز وكو كما بينه ابن رجب في شرحه على البخاري يعني ملاحظة كان جائزة وابكره وهو أنه يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة أكثر من سورة لكن ليس إقرارا على استحباب مثل هذا بس معناه أنه مستحب بكره فإن العلماء لا يذكرون أنه يستحب في كل ركعة أن تقرأ سورة الإخلاص ونحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف وأهل العلم كواتات جائزة وابكره بلا مستحب نية أو لسر أو إقرار بيان صلى الله عليه وسلم نمونيش كإقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام معلومة يعني جاتيج لزاجن بو وقمانا كان شاتسبو رم برمي يعني كهندق العلماء هلبوي لازمني واعد لهم ما استطعتم لويا بهالحال أوشي كرديا كلبيش ساوي رويدا وأصلا عائشة شاتت مشاي كرديا ونيا بيغم صلى الله عليه وسلم بيدنقوا كواتا رازيب فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به أو كوالا عهد بيغم صلى الله عليه وسلم رويدا بيغم صلى الله عليه وسلم بين زانية بشرة فإنه لا ينسب إليه أو كلا عهد بيغم صلى الله عليه وسلم رويدا بيغم صلى الله عليه وسلم بين زانية تنسبناك لتسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا إقرار كردية نيزانية ولكنه حجة لإقرار الله له أو إلى زمني وجود بيغمبر صلى الله عليه وسلم رويدا بيغمبر بين زانية أو تنسبناك لتسر إقرار بيغمبر صلى الله عليه وسلم بين زانية بلام دلي دبت حجة لو كوا الله تعالى إقرار بيكردية
ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل. جواز العزل، عزل الإنزال خارج الفرج عند الجماع. لا حرج في بيان الدين. كأصحاب بوشيوي بابلين أجابيان يثبت تنظيم نسل بكن كمثلا تحديد نسل مان هي تنظيم نسل مان هي لابد تنظيم نسل العلماء دلين يعني خاصة أجل جنا قدر إخوة حمو صالح من داري دبي أجل لبقرة ذكري يعني يقدو صالان أو هذا تنظيم بك بس بالتحديد بك وقطع بك أو رجال بيندرع بحر حال لزماني أصحاب خوان لرازي وين ذكر عزل يعني ذكر دفرمي پیغمبر بين زاني صلى الله عليه وسلم بلام أصحاب دلين ما دام خوي جور في أجادارك أو اشتذكره كواتوا إقرار الله تعالى كهيت إذا نبزان لسر منع كردني أو خزيي خوي جورا في أجاداره بلام كمنعنا كردن لقرآن ولسنة هيت لسرنية أو بلقي لسرك الله تعالى إقراري في كردية زابر در إخوائي رازي بيتن كنا نعزل والقرآن ينزل عزل ما عندك القرآن جداد بزي أتما بس أويا بزانه بالضبط زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن أغر شتيك بوايا قرآن داد بزي أوكاتي كواتا بلقي رسول الله تعالى إقراري في كردية ويدل على إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم يعني بلغش لسروي تمشاك المنافقة كان أو شتانيه بكبني هني دي أنكر خواهي قول بياني ذكر سبحانه وتعالى إنكارش ذكر لسريان فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز أو نقبة مطلقي ما سكت الله عنه لزمني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجرنا شتيك با حرام با الله تعالى شتيك لسد هذا بزان وبزان مش واضح. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه أو زارة دين تقسيمك دكين أو خبره باعتبار من يضاف إليه يضاف إلى شيء دليل بالشيء سن نوعك ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقطوع من هي أو سيب الشيء مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما فاك صراحة نازم لا من أوها هيس كنا نسلا سمع فازا ها مثال إيدي مثال كان بينه والله من لكن نسلا ليله ما شاء الله مشا كتابك ايش منكر يا بيخينوا عفوا بارك الله باش ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس يسروا مثالك لسألويك وإضافة ذكر لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لوصفك لخلق بيغمبر صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس بيغمبر صلى الله عليه وسلم لهم كسيشي سخاوتي زياتر لهم كسيش آزاتر بو يعني ما بس تويك الله تعالى إقراري في ذكاونيه لبري وصف كراي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله تعالىش إقراري في كرديه ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير كواتا كبوش وش وصف كراي عيني بهماش أو وصف خلقتك ذكا كابيان صلى الله عليه وسلم ما منا وندي بوا ندريج بوا نا كرد بوا يعني ما بس ليردا أويك أو ها وصف كرايو خواي جورش إقراري كده وايا أمنو هاي تيدقم الله أعلم بس والله من هلكنا من نبوة ما شاء الله نقرأ موسى كتابك باش أو مشكلة أويك فعلا أملا مكتبة الشاملة مدر هنا الناس متنكة ما شاء الله ديار هندش باز ده بهر حال مرفوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما مرفوع أويك وهذا ديت بال بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبع حقات سبع حكم مرفوع حقة سيا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره قول بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخوي فرمويتي وفعلك وإقرارك أو حقة ديت بال بيغمبر صلى الله عليه وسلم
قولكي فعلكي إقراركي. هذه حكم كتسيا. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو كوا إضافة ذكرت سر سنتكي أو عهده، يعني ددريت بال عهد بيان صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. كواتا ددريت بال سنتكي بال عهدكي بالغير سروك بخوي مباشرة نكرديا. هذا مثال دين تو. قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، فرمان ما بيكره يقول أخوي شيء فرمان بيذكر ونيا أو نهينا كواتا كقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. خلط شيء فرمان بيكره كوا آخر شد كلا بابل بتابة الله حستا ودبن آخر عهدهم بالبيت وطوافي وداع بكن، إلا أنه خفف عن الحائض بلام درباري وافرتك ولا عادي الشرعي ده تخفيف كراني أو للسرينية أو ين للسرينية كواتوا حكما ددريتو بال بيغمر صلى الله عليه وسلم شيء هي لزماني وي فرمان بكاو نهي بكا. قولي أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهي ما لكرا أم عطية دفرمي واتوكو آفرت نهي ما لكرا بدواي جنازة دابروين بلام ولم يعزم علينا كواتوكو عزيمتك نا. لو يا علماء دلين اتباع الجناز لبو آفرتان مكروهة حرامنية حتى كاش بخاري مسلمة اتباع الجنائز بابلين مكروهة حرامنية ولم يعزم علينا كواتبع عزيمت أما نهينا كرابوين بلام نهينا لبابي أوي كوا مكروهة باش أو مرفوع. موقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع كواتا ويدا تبال صحابي خويل رازيبي ثابت يشني كوا رفع بكاتلو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهو حجة على القول الراجح أو إيش خلافي تدا حجة يانا لقول راجح أو كوا حجة إلا زاني استثناء أن يخالف نصا أجر مخالفي نصبه قول الصحابي يجبو طبعا بحجناتي أو قول صحابي آخر يعني وتا لا همان موضوع فلان الصحابي وادا فرمي فلان الصحابي جوادا فرمي لو حالتنا بتحجة فإن خالف نصا أخذ بالنص طبعا قال لقى نص يكتيشنا كردو نصك كاري في ذكره وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. لو حالتي تمشى هذا كي دو صحابي درباري قضية كشتيش يان فرموا كاما راجح ترى أو يان ورد جيري زالير دا دالي أوش يختلف باختلاف الصحابة فمن نص الشارع على أن قوله حجة أو كوا نص من هي أو زي القرآن يعني لسنة كوا قولك حجة أو جوازة وكو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا قوله حجة بنص الشارع وإيوان جوازة. ومن عرف بالإمامة في الدين غير أوانش لخلفاء أواني كوا ناسراون إماما لدين وكو ابن عباس معاذ أبو هريرة فهؤلاء القول بأن قولهم حجة قوي جدا كواتا وهم أولى بالاتباع من أئمة المذاهب مشايكة وهم أولى بالاتباع من أئمة المذاهب أوان أولى ترن لا إمام مذهب كان نزيل صحابنا نكزيل الصحابنا إمام بوين لنا وأصحاب أهل علم بوين لنا وأصحاب بلام ومن ليس كذلك بلام أوي لو مرتبين نبوكو أبو بكر عمر يعني أهل علم نبوكو ابن عباس وأنا كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان جيشتي تخزمت بيغم صلى الله عليه وسلم لزيقاك ولقي شرف الصحبة شرفي مصاحبة بيغمبري ورجل صلى الله عليه وسلم إيماني بيهنا وقال قولا يقزار جيشتي خزمت بيغم صلى الله عليه وسلم معروفني لنا أصحاب أهل علم فقال قولا فقوله ليس بحجة يهود جوازة وأن يكواتل لنا وأصحابيش مرتبها يا براستي. والصحابي صحابي شيء من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك صحابي أو كسيك كيش تخزمت بيغم صلى الله عليه وسلم إيماني بهنا لسريشي مردية تيرا
ڕابوەستین ئینشاءالله لەبەرەوەی دێتە سەر بەشێکی دیکە و لەوانەیە قسەی تێدابی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.